السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم أخواتي؟ نتمنى تكونوا بخير. إذا بالنسبة للفيديو اليوم راح نشوفوا طريقة أنا بديت يعني في حلويات العيد إن شاء الله يعني تعجبكم إذا الطريقة تاعي. أولا راح نجاوب على سؤال المشتركة فاطمة يعني وقيلة، يعني كاين أخت سألتني على كيفاش نرحي المكسرات تاعي وحبت تشري آلة تاع باش ترحي فيها الكاوكاو. اختي انا كنت درت ديجا فيديو على هاد الآلة مولينكس. شوفي انا نخدم بها كلش، فيها لا راب الرقيقة والخشينة. انا هنا راح نرحي الكاوكاو واني حطيت فيها لا راب الرقيقة. شوفي حطيته من الفوق، يعني ندير بها كلش حتى من الجزء اللي يعني نعته لكم من قبل نرحي به اللحم، يعني نخدم به الغرس ويجيني يعني مليح نخدم بها، ما عندي حتى مشكل. اذا كما راكي تلاحظي اختي الكريمه ما عندي حتى مشكل، يعني نرحي بها كلش، يعني كل انواع المكسرات اللي نحبهم، سواء كانت يعني حبيتها خشينه ولا رقيقه. كما راكي تلاحظي شوفي كميه الكاوكاو اللي حمصتها يعني ورحيتها، شوفوا كيف خرج معايا. انا هذه الاله يعني والله مساعدتني صدقوني، وننصح يعني ننصحكم كامل يعني. كذلك أختي صافيناز كنت سألتيني عليها من قبل، هاني جاوبتك. شوفي هاني نرحي بها الكاوكاو عادي، هاي ريحتهولي. إذا بالنسبة لطريقة أو كيفية تحضير كاتو اليوم، هي وصفة الصابلي. هذا الكيفية إذا صابلي بشكل. إذا ركزوا معايا مليح في المقادير. نحتاج 250 غرام زبدة طرية لابان، ونحتاج الفرينة نخدم بهذه لا بلونش. نحتاج كاس تاع سكر كلاصي تاع 250 مليلتر، ونفس الكاس اللي كيلت به السكر نكيل به الكاوكاو المطحون والمرحي مليح، وثلاثة صفار البيض وقرصة ملح ونص ساشي تاع خميرة الكاطو نوارة. هنا نخلطوا الزبده مع السكر. السكر هنا تجوزوه في الغربال، غربلوه باش ما يديرلكمش تكتلات، ولازم تخلطوا مليح يولي بوماده باش تضيفوا صفار البيض. شوفوا كي شغل بوماده لازم تخلطوا مليح. كي تخلطوا مليح هنا تزيدوا كميه الكاوكاو وتزيدوا تدخلوها، يعني تخلطوه هنا غير بصبعتيكم برك. بصح السكر لازم تخلطوه مليح في الزبده باش تضيفوا يعني البيض وتخلطوهم مليح مليح. هنا بعد ما نخلط كل المكونات نضيف الفرينة. الخميرة هنا يعني نضيفها مع الفرينة. ها هي الخميرة نضيفها يعني مع الفرينة. ما تنسوش تغربلوا يعني كلش في الصيار، يعني باش ما تديلكمش تكتلات. دايما القاعدة الذهبية اي حاجة سكر ولا خميرة كي تضيفيهم اختي الكريمة لازم تغربليهم، يكون عندك سيارة داك صغير تاع الحلويات. ونلم يعني الخليط بكل. هذه الوصفة تانية تسنى، راهي تسنى فيها بنت أختي يعني ريونة، نحييها. راني قلت لها نجاوبك بالفيديو. إذا شوفي مليح، ها هي كريونة لازم تخلطي مليح. أنا اختصرت برك الفيديو. وهنا شوفي الفارينة روحي غير بالعقل، ديري بالشوية برك، غربلي بالشوية وزيدي بالشوية وخلطي. ما تلميش العجينة تاعك يابسة، لأنه كنت تلميها يابسة راح تجيك الحبة تاعك يابسة. غير جهد مان، وما تخليهاش تاني طرية كي تحطيها في الفور يعني مع السخانة تهبط. ما هيش يابسة بزاف وما هيش طرية، باش يجي الكاطو تاعك يعني هشيش. غير تلم روحها، حبسي الفرينة روحي غير بالعقل، زيدي وخلطي وشوفي. اذا مدابيا يعني نمدلكم كل النصائح. هذا يعني راهو كاطو خرج لي يعني روعة صدقوني، بليمول تاع السيليكون. آه، يعني عجينة هذه درت بها يعني عدة أشكال. أنا اليوم يعني دوك نعت لكم الحبات اللي دارتهم لي هاد العجينة. أنا ما نحبش يعني حبات صغار بزاف، وما نحبش يعني حبات كبار بزاف. باه يكون يعني شكلهم جميل، يكون متناسق، مقبول يعني نوعا ما. كذلك هذا النوع راح ندير فيه شوكولا الجلاساج، بصح بطريقة جديدة. يعني مانيش راح الحبة مانيش راح نعمرها بالشيكولا يعني من الفوق وتجي ثقيلة. دوك نعت لكم يعني طريقة كيف نديرها في مول سيليكون ونرد فيها الحبة تاع الكاطو.
يعني ما يجيش لو كلاصاج بزاف، حتى العبد يعني يقدر ياكل. لانه انا شخصيا صدقوني انا الحبات اللي يكون فيهم الشوكولا بزاف ويجيو تقال، يعني النفس ما تقدرش تاكلهم. انا وحده مني والله ما نحب هذوك لي غاتو اللي يجيو تقال يعني بالكلاصاج هكا الشوكولا تهزي الحبات تلقيها ثقيله. وما يقدرش العبد ياكلها يعني وتجي حلوه بزاف. انا نحب لو كلاصاج من الفوق يجي يعني قشره برك، يعني قسمه يبهي لي الحبه تاعي برك. حتى كي تاكليه عفوا سمات تجي الحبة خفيفة. هنا راني زدت شوي الفرينة لأنها طرية شوية معايا. كي تخلطوا بيديكم راح تحسوا يعني بالعجينة تاعكم. هنا نورمالمون سي بون راهي تلمت العجينة معايا، ماهيش يابسة وماهيش يعني طرية مش حاكمة روحها. يعني تكون جوست. كاين تشكيلة كبيرة من لي مول تاع السيليكون في الأسواق. ودي مول روعة. أنا كذلك أنا بالنسبة لهاد لاباط هادي خرجت بها 3 أنواع. هما يعني سابلي بصح حبيت ننوع في الشكل. لأنه يجي باهي هكا في الصينية تاع العيد كي تحطيها. درت على شكل نجوم وعلى شكل دي بتي كارو هكا وعلى شكل يعني دي غوزاس مدورين. هاي تلمت هنا العجينة معايا. شوفوا اذا هاو النوع الاول من الليمون هذا راح نديرو بالجلجلانيه. انا هذا الوصفه كنت ديجا شفتها عند احدى الاخوات لكن بدلت فيها شويه. آه راهي وصفه يعني روعه. شوفوا اذا هنا نهز كميه من العجين نحطها في الجلجلانيه مليح ونحطها اذا داخل المول تاعي. شوفوا كذلك كاين اخت كانت طلبت مني كاطو الجلجلانيه لهذا حبيت ننوع لها يعني. شوفوا ها هي. يعني هنا الملاحظه اللي نديرها لاني انا طيبت الكاطو وشفت كيفاه. الملاحظه اللي نعطيها لكم ما تعمروش الكاطو لانه راح يزيد شويه يتنفخ. انا هنا شويه يعني عمرته بزاف. هنا ديروه ما يوصلش يعني للحد قد به ما تجيكمش خاطر ما يكون يزيد يتنفخ يزيد تخرج على لو مول تاعها يعني تجيكم الحبه خارجه بزاف. نتوما ديروها ناقصه شويه على الحد يعني على ليميت يعني اللي محدده في لو مول تاعكم. ديروا حساب انها راح تزيد تطلع شويه. اذا ما ديروش كيما انا هنا حبيت حبات كبار. بالنسبه للاخوات اللي يحبوا حبات صغار يعمرهم شويه برك ما يعني شويه برك في المول. اذا هذا الشكل يعني ما درتش كيف عمرته بنفس الطريقه. ها هنا بعد ما طابوا تحطوهم على 180 درجه وتعستوهم كل وحده والكوشه تاعها مده ما بين 15 و 20 دقيقه. هنا راني شويه ذوبت النسلي كراميل وكذلك ذوبت شويه تاع كونفيتور. حطيتهم في لي بوشادوي جوتابل اللي كنت قلت لكم عليهم. راهم عمليين بزاف اخواتي ماذا بيا تستعملوهم. واللي ما لقاش لي بوشادوي هادو ما عليك غير اختي الكريمه تستعملي لي ساشي تاع الحليب. ساشي تاع الحليب تفرغيها تعمريها وتثقبيها وتخدمي بها راح تسهل عليك يعني الخدمه وتجي الخدمه تاعك نظيفه وسهله يعني ما تعبيش بزاف. هنا نسلي كراميل سخنته فوق النار. اذا هاد لي بورشادو كيما كنت قلت لكم اخواتي راهم عمليين. انا شريت يعني بزاف ان باكي فيه 100 بالك ب45 الف. جو طابل يعني نخدم كل ما نخدم بوحده نرميها. اذا فضلت انه هذا تاع الجلجلانيه نزينو بالنسلي كراميل من الفوق وندير له حبه تاع اللوز. والله طعمه يعني رائع وهايل وطري بزاف وبنين. نتمنى تجربوه كنوع من التغيير لانه ما عادوش يعني يديروا صابلي تاع بكري بالسكر غلاس وكذلك. شوفوا هاد الكيفيه راهي اقتصاديه ويعني ما ملي يديروا العراس ولا والله تشرف يعني وبنين يعني صدقوني ما الطعم تاعو بنين واقتصاد يعني ما فيهش حاجه يعني كبيره.
يعني بالكاوكاو وعجينة يعني نورمال. هنا للتزيين حطيت حبات من اللوز. اذا نشوفوا الحبه كيفاه جات، اللي ما يحبهاش يعني عاليه ما عليه غير يعمر لو مول يعني نص برك ما ويضغط عليه مليح وعسوها برك. ومن الملاحظه قلت لكم ها الشكل النهائي. شوفوا كيما طيب ريونا، هذه الملاحظه سبيسيال ليك. كيما يطيب في المول تاع السيليكون وتجبديها ما تمسيهاش، ما ديموليهاش من المول، خليها حتى تبرد لانه طري بزاف. كنت حاولي تنحيها راح تكسر معاك الحبه. حتى تبرد خلاص من المول باه تنحيهم. هذه يعني الملاحظة خذيها بعين الاعتبار. هنا إذا بالنسبة للشكل المول تاني يعني تاع النجوم هذاك، راني طيبت تاني. هنا راح نعد لكم كيفاش نزين هنا بالشوكولا. كاين اخوات يحطوها فوق المشبك ويديروا عليها الشوكولا، تجي الحبه شويه ثقيله ومشارجيه بزاف باش ياكلها، حتى اللي ياكلها تجي حلوه. وانا ما نحبش الحلاوه بزاف. اذا نشوفوا الطريقه هذه، نهز نحط الشوكولا في المول ونعاود نحط عليها الحبه تاعي بهذه الطريقة. دوك نعت لكم ونعاود نحطها في المجمد. يعني جهد ما تحكم هذيك الشوكولا تحكم في الحبة تاعي ونخرجها. شوفوا هكا بهذه الطريقة راهي ما تجيش مشارجية بزاف بالشوكولا. صدقوني في الذوق تاعها جات كي شغل يعني كي شغل باتيسري يشريوه من برا. كاين اللي يديروا بلا بات هذيك تاع المسكوته، وكاين اللي يديروا بلا بات سابلي هكا ويديروا له الكلاصاج، يديروهم كبار يعني حبات هكا. صدقوني والله نفس يعني نفس الجودة والذوق. ها هو اذا ما عليك غير تحطي قليل. شوفوا بالنسبه للشوكولا تاع الكلاصاج حطوها في بان ماغي. واش معناتها؟ حطوا كاسرونه من تحت فيها الماء، شويه برك الماء، والكاسرونه اللي من الفوق فيها الشوكولا خام. هذيك الشوكولا ما لازمش يقيسها الماء. الماء اللي في البرمه اللي من تحت ولا في الكاسرونه شويه برك لازم، والكاسرونه اللي من الفوق لازم يقيسها البخار تاع الماء. ونقصوها على نار الليله حتى تذوب. وهذيك الشوكولا خليوها تذوب باش تخدموا بها كيما هك. هذه تاني ريونا الملاحظة الثانية اللي نعطيها لك. الشوكولا ما لازمش يقيسها الماء، كون يقيسها الماء راهي ما تفسد لك وما تديرلكش الكلاصاج مليح. سواء كانت شوكولا بيضاء أو سوداء. ما تخلطي لها والو، حطيها في بان ماغي حتى تذوب. اذا هزي هكا المول تاعك بهذا الشكل يعني باش تتوزع برك هذيك الشوكولا. كيما هنا هذا الشكل نجمة يعني شوية صعيب باش توصل يعني للأطراف والأماكن بكل. هذه تاني الخطوة يعني ضرورية. ثم عاودي هزي الحبات تاعك اللي طيبتيهم وعاودي حطيهم داخل المول وضغطي عليهم شوية. علاه؟ باش كي تطلع هذيك الشوكولا تغطي لك يعني الجوانب تاع. هنا راني ما حطيتش انا بزاف، تعمدت لانه شوفوا صدقوني راهي تبان لكم الحبة هكذا بصح راهي خفيفة بزاف. سيسوها. اذا كي تجبدوه من الفرن ما تمسوهش حتى ما ديموليوهش، ما تنحيوهش من المول حتى يبرد معاكم، لانه راح يتكسر معاكم. كون تحاولوا تنحيوه بسرعه راح يتكسر. وهنا لازم تضغطوه هكا شويه باه الشوكولا هذيك تطلع وتغطي لكم الجوانب تاع الحبه تاعكم ويجيكم الكلاصاج مليح. ودركا هكا نهزو نحطو في الثلاجة في المجمد. وشوية برك 2 مينوت ولا واحد 5 مينوت هكاك 5 دقائق ولا باش تجمد. قيس جهد ما تجمد هذيك الشوكولا. عاودوا جبدوا المول تاعكم هذا تاع السيليكون ونحيو الشوكولا تاعكم وتلقاو لو كلاصاج يعني بارفي. هنا بالنسبة للنوع تاع الكاري هذاك،
تاني نفس الشيء. هزيت كاسرونة اخرى، حطيتها كاسرونة اللي تحت فيها الماء واللي الفوق فيها الشوكولا وحدها خام. هنا بالنسبة للشوكولا البيضاء، تاني حطوها برك ذوب بدون اي اضافات. وشنو هنايا راهي تخرج يعني لونها حليبي معاكم. انا ما نحبش نضيف الكولورون، بصح اللي يحب اللون بيض يعني بيض صح قوي، ما عليه غير يضيف لها الكولورون ابيض. انا ما نصحش تضيفوا الكولورون ولا لي بريون، هذوك ما نحبهمش. اذا هنا كي نفس الشيء كيما درنا مع النجمه، نحطوا الشوكولا. هنا راني زدت شويه كميه الشوكولا لاني حابه الحبه يعني تتغطى معايا، ونحط الحبات ونضغط عليهم شويه ونحطهم في المجمد. ثلاجه من الفوق ماشي من تحت، يعني واحد 4 ولا 5 دقائق، باه يعني حتى نشوف الشوكولا تاعي بردت. ما نقدرش نقول لكم يعني 4 دقائق ولا. كي تحلوا تشوفوا الشوكولا هذه الزايده اللي من الفوق، كي تمسوها تلقاوها جمدت، اجبدوا لو مول تاعكم وديموليوها ونحيوا الاطراف يعني الزائده اللي منهم. اذا ضروري تضغطوا بشويه برك باه لو كلاصاج يعني يغلف كامل الحبه تاعكم. انا نفضل هذه الطريقه خير من الطريقه اللي بعض الاخوات يحطوا المشبك ويفرغوا الشيكولا ويخلطوا لها الحليب ولا، يعني ما تجيش هكا. لو كلاصاج يكون بارفي، هذيك شويه كيخلطوا لها يعني راح تخفاف، وكي تخفاف ما تغطي لهمش يعني الحبه تبقى شفافه. اذا هكا يعني تغطي الحبه يعني تغطيها مليح، هكا تضغطوا عليها وتحطوها في الثلاجة حتى تبرد. شوفوا هنا راهي بردت، شوفوا هاني نحيت حبة وراني نحيت لها الحواشي تاعها يعني اللي منه من هنا. بالنسبة للملاحظة اللي نقولها لكم، هنا ما ديروش كيما انا بالموس. كي تنحيو الحبة كسروها برك بيديكم على الحراف ومن بعد عدلوها شوية بالموس. هاد الحراف اللي خارجين كسروهم برك هكذا بيديكم وهم يتنحاو. يعني ما ديروش كيما انا ومن بعد باش هي، لانه تخافوا كون تكسروها هكذا طول بالموس تخسر لكم الكلاصاج. هنا راح نوري لكم النتيجة النهائية بعد ما كملت كل يعني الحبات تاعي كيفاش جاو. نتمنى تجربوا هذه الوصفة، راهي يعني تشرف، يعطيكم يعني كاطو كما يقولوا زيد النص في الصينية تاع العيد تاعكم، تجي صينية يعني باهية. هذه انواع جديدة تاع لو سابلي اللي خرجت. ها هو بالنسبة للنجوم، هاني هاو كيفاش هذا وين جبدته من الكونجيلاتور. شوفوا كيفاه نحيوها سيسوها برك لانه طري بزاف. شوفوا كيفاه، شوفوا لو كلاصاج اللي الا كان حبيتوا تغطى لكم الحبه بكل كيما منا من الجنب هذا مغطيه بكل، زيدوا يعني شويه شيكولا. انا السوداء اني ما درتش بزاف الشيكولا. شوفوا هنا النتيجه النهائيه روعه. اذا هنا طريقه التزيين كل اخت كيفاه تحب. انا هنا هذو البويض هذو زينتهم بشويه تاع لا كونفيتور، حطيتها في une poche à douille jetable كما راكم تلاحظوا. هنا يعني راهي ساخنه معايا. لا كونفيتور واش ديروا؟ هي تكون جامده، هزوها سخنوها في شويه برك. سخنوها شويه فوق النار، ما تزيدوا لها والو. علاه؟ لانه انا هنا نخدم بها ساخنه بصح ومن بعد كي تجمد راح تيبس. وحطوها في لابوشادوي. وكما كنت قلت لكم ريونا والاخوات اللي ما عندهاش لابوشادوي استعملي في بلاصتها يعني شكاره تاع حليب فارغه، يعني راهي تقوم بالمهمه باش تسهل عليكم الخدمه. كما كنت قلت هنا لا كونفيتور سخنتها في شويه، حطيتها في كاسرونه فوق النار برك يعني حتى ذابت معايا ولات سائله. وكملت زينت بها يعني كل الحبات وخليتهم ينشفوا، لانه كما راح تنشف راهي رايحات لا كونفيتور تجمد في مكانها. هنا كاين اللي يزيدوا لها الكولورون، انا ما ننصحش تزيدوا الكولورون لانه حتى اللون تاني برتقالي مليح.
لانه لي كولورون هادو ماهمش ملاح للصحة. وهاو الشكل النهائي. الحبة تاعي كيفاه جات بريزونطابل وتشرف. شوفوا يعني زدتو تحطوها في كاسات، يعني الله يبارك. والله انا نحب هذا النوع من الحلويات، يعني ما شاء الله، حتى من الذوق تاعو لذيذ. نتمنى الاخوات تجربوها وما تبخلوش عليا بالتعليق، وصدقوني نفرح كي تقولوا لي جات مليحه. اذا ها هوك التشكيله تاعنا، هاي الكميه تاع العجينه واش دارت لي. اخواتي، بالنسبه للنجوم نسيت ما قلت لكمش، انا فضلت اني نزينهم بالكاكاو. اذا نشوفوا الحبه كيفاه جات، يعني ما شاء الله، الله يبارك، والله غير عجبتني. شوفوا هنايا درت لها الكاكاو المر. لماذا؟ لانه كما كنت قلت لكم، الناس اللي ما يحبوش الحلاوه بزاف كيما انا، راهي ما جاتش الحبه حلوه بزاف. ما تشوفوش الكلاصاج تقولوا هي حلوه، راهي ماهيش حلوه بزاف. شوفوا يعني والله شكلها يعني بريزونطابل ويشرف. هذاك